بالنسبة لمحمد أخويا، اجت دورية من القوات الخاصة من الموقع باب بوابة يسمى بوابة قبتال 2 قبتال 1 من عبر الأراضي الزراعية، ودخلوا من الفتحة هذه ومشوا تسللوا لما وصلوا جنب شباك باب الصالون تبع البيت تبعنا. بعد هيك اكتشفوا، كان شهر 4 ونفس القمح الحين بالضبط، اكتشفوا انه محمد تقول العميل تبعهم هذا بلغهم انه محمد مش في الدار الساعة، كان في منطقة شرقية، في منطقة يعني على الاسفلت العام. فقال لهم هذا الساعة هيو الساعة جايكم من هذا على بعد 700 متر، هيو جاي متوجه لكم. فاستنوه في راس شارع ما يسمى بشارع المهند، وهناك اعتقلوه واخذوه ومشوا فيه، واحنا تدرينا فيه ثاني نهار الساعة 7 صباحا سمعنا اسمه على الراديو بيقولوا اعتقلوا محمد من كتاب شهداء الأقصى. ما طبوش لانه الله العليم، لانه عاملين دوريه في القمح زي هيك مكسره دوريه، وعم كانوا مفكرين حطوا رجلهم في الارض تبعتنا اللي بتخصنا خاصه على بعد 3 متر من شباك الصالون، وبعدين تراجعوا وانسحبوا وراحوا استنوا على باب الشارع اللي هو جاي منه، اللي كان بلقينهم اياه مثلا العميل انه هذا جاي الحين من المنطقه من بعد 700 متر من اسفلت العامه الساعه 1 في الليل طبعا متوجه. فلو هم عارفين على يقين انه هو في قلب الدار لدخلوا الدار، بس هم لما ادركوا انه هم مش في الدار طلعوا واستنوا على باب الشارع اللي بده يصل للدار. في اخر المطاف كان هو بيشعر حدا انه بلاقي فيه، يعني هو ما حكاش لا، بس حكى لوالدته انه في ناس بتتبعنا من وراي، واحنا في عده طرق بتيجي على منزلنا. فكان بغير، يعني كان بيشرق من الشارع هذا وبيجي من الشارع الثاني، بس كلهم بودوا للطريق العام من نص الطريق، يعني بس عمليه مدخل. فالظاهر يعني اللي كان راصده قال لهم هيجوا من الشارع الفلاني، هم كانوا بيستنوه جايين له على الدار الخصوصي، لكن لما اكتشفوا انه مش في الدار فضلوا انهم ينسحبوا ويروحوا يستنوه على راس الشارع، لولا هم على يقين انه هو في الخارج ما كان قطعهم الدار. ليش ان محمد اللي يعتقل من الاماكن اللي عرفنا محمد يعتقل منها اللي هو من بعد ما اتاخذ في قلب السجن بعد الزياره. اما بالنسبه للفتحات هذه ثاني يوم الصبح كشفنا انه اليهود خشوا من هنا واعتقلوا محمد، وصرنا ندور على هويته وعلى جواله في الطريق هنا. اما بالنسبه للطريق وما الطريق من وين اتاخذ، هو لما زرناه قال اتخذت من المنطقه الفلانيه من نص الشارع، وهو جاي من شرق وارض السطلان، هنا اخذوه في شارع السطلان. بس بالنسبه له هو بضل وجهه نظره، يعني بعد 12 سنه كيف تدشر عيال صغيره، كنا تقريبا ساكنين في دار واحده، اليوم في 3 طوابق ساكنين، كل واحد فاتح عيله في دار، يعني حيكون الامر مش بالسهل عليه. كل شوق وحنيه لمحمد، احلى اللقاء لازم يتم مع اخوي محمد. اما بضل حاجه يعني حاجه اللي بتزعل انه ضياء يعني الحين له 23 سنه في السجن وما زال يتبقى في السجن، هذا الحاجه المؤلمه اللي حتضلها في لقاء محمد. يعني الله يقدرني ويثبتني واستقبل ابن محمد احسن استقبال، واني اخفي دمعتي عنه، لانه هو الثاني اسير بده يطلع بده يفرح، ويعني هذا يوم المنى عندي، وخروج محمد يعني حيخفف لي من ألمي، يعني حيقف محمد جنبي وحيقوم يعني بالواجب جنبي اخوه، وان شاء الله كمان ضياء بطلع. بس والله يعني انا من خلال يعني هذا بقول لاسرائيل انهم ابنائنا هم مناضلين وهم اصحاب فلسطين وفلسطين للفلسطينيين، وبقول لهم انهم يطلقوا سراح ابنائنا كلهيتهم، وان خلي الحزن يرحل عنا وخلي الدموع تجف من عنا، ونعيش اسوة امهات العالم كله، نكون زينا زي امهات العالم كله، نعيش في سعادة ونعيش في وطن امن،
ولكن يعني طبعا انت عارف ان الفرحه بدها تبقى منقوصه، يعني فرحه ممزوجه بالالم يعني في هالمعنى، لانه انا الي ابن موجود له 23 عام وموجود في داخل السجون الإسرائيلية ومحكوم هذه الحياة، وما فيش أي يوم يعني محدد له يطلع إلا بقدرة الله إن شاء الله من عند ربنا. الله يفرج عليها إن شاء الله، الله يوفق أبو مازن إنه في مفاوضاته إنه يضغط عليهم إنهم يقعدوا ويصير مفاوضات ما بينهم وما بين الإسرائيليين، ويكون أول طلب له وهو إطلاق سراح 30 الدفعة الرابعة خاصة. يعني مين يما هذا ايدك ابوسه اللي سلمت على ايديها، هذا شما يما من ريحه اخوك. صح ان انا مبسوطه لكن والله بحس بالاسى والحزن. الحمد لله ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يطلع ضياء وانا طيبه زي ما طلع محمد، واستقبله احسن استقبال ان شاء الله. ان شاء الله وضع بس ان شاء الله ضلني طيب، والله انا استقبله احلى استقبال واعمل له كل البديات، بس ان شاء الله خير ان شاء الله.